النصيحة بقى اللي أنا حابة أقولها في آخر الفيديو، يا جماعة احترامي للجميع، يا ريت الناس تخلّيها في حالها. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد زي ما عودتكم، كل يوم بانزّل لكم تقريبًا فيديو أو كل يومين. بس بصراحة أنا مش عارفة أبدأ إزاي النهارده، لإن الفيديو ده مختلف جدًا عن فيديوهاتي، ولا هو روتين ولا هو جولات ولا هو أكلة ولا وصفة ولا أي شيء. أنا يمكن أول مرّة أعمل الفيديو ده في القناة عندي، وأول مرّة تشوفوني أطلع كده بنَفْسي، ولكن بصراحة حبّيت إن أنا أطلع يعني أرغي معاكم شوية ونعرف القصة وما فيها. اسمحي لي كده لو عندِك شوية وقت تعالي واسمعي منّي. إن شاء الله الفترة الجاية هادّيكم نصايح برضه كتير جدًا في موضوع كده عملته وللأسف فشل، فهاتكلّم برضه معاكم في المميزات بتاعته وعيوبه، بس ده مش موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده أنا حبّيت إن أنا أقول لكم القصة وما فيها، عشان في ناس كتير كده بتسألني شوية أسئلة، فحبّيت إن أنا أجاوبكم عليها في فيديو واحد عشان خاطر تكونوا عارفينّي برضه أكتر. قبل أي شيء حطّي لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لِك فيديوهاتي الجديدة أول بأول. يالّا نصلّي على النبي كده ونبدأ ونشوف هنقول إيه النهارده. أنا حابة إن أنا أعرّفكم بنَفْسي. أنا هدير ومتجوّزة من 6 سنين، عايشة في إسكندرية. لسه ما عنديش أطفال، عندي 32 سَنة. إن شاء الله الشهر الجاي كده في شهر السَنة الجاية في شهر 8 أكمّل ال32 كده ونبتدي في ال33. ده للناس اللي ما يعرفونيش وأول مرّة بيشوفوني. دي كده نبذة مختصرة جدًا عندي. أنا القناة بتاعتي اسمها دودي مودرن أو منوعات دودي مودرن. أنا بصراحة يا جماعة حبيت إن أنا أعملها منوعات، ما حبيتش إن أنا أعملها مثلًا دودي كيتشن ولا أي اسم تاني، هاقول لكم برضه ليه دلوقتي. تاني حاجة بقى عايزة أقولها للناس اللي عارفاني. الناس اللي عارفاني وكل شوية كده ممكن يسألوني سؤال، يقولوا لي: "هدير أنتِ ليه فتحتِ قناة؟" هدير أنا يا جماعة أنا كان عندي قناة قديمة من سَنة أو سَنة ونُص تقريبًا اتقفلت في أول السَنة، قعدت فيها سَنة وكمان اتقفلت في أول السَنة، يعني داخلة على سَنتين. الفترة اللي فاتت دي يا جماعة عايزة أقول لكم أنا نفسيتي كانت تعبانة جدًا بطريقة رهيبة، مش قادرة أقول لكم. أنا طبعًا نفسيًا مش متضبّطة خالص الفترة اللي فاتت، وما زلت أقسم بالله لحد دلوقتي نفسيتي وحشة جدًا. يمكن ناس كتير عارفة الظروف اللي أنا بامُر بيها الفترة دي، بجد أنا عمري ما عِشت يعني الظروف دي عمري ما عِشتها. يمكن من ساعة ما اتجوّزت وأنا الحمد لله إلى حدٍ ما كانت حياتي مستقرة كتير جدًا، جدًا. عمري ما شُفت الحاجات اللي أنا شُفتها دي، خاصةً كان ليّا تجربة قاسية كده من كام شهر، هابقى أحكي لكم عليها بس في فيديو تاني. فعشان كده آآ فعشان كده لسه يمكن بادئة أفوق من شهر، أبقى كويسة إلى حدٍ ما. الفترة اللي فاتت دي كلّها كنت باعاني من حاجات كتير، ولكن بصراحة لقيت نفسي باستسلم بايأس. نصيحة يا جماعة اوعوا تيأسوا أبدًا، اوعوا تقنطوا من رحمة ربنا. ربنا هو اللي خالقنا. إن شاء الله أي حاجة هيحلها لنا. إن شاء الله أي حاجة أو أي ظروف وحشة بتمرّوا بيها هيعدّيها على خير. أنا يمكن ثقتي في ربنا كبيرة، ربنا ما يخيّبش ظني فيه أبدًا يا رب، وأنا واثقة إن شاء الله دي فترة وهتعدّي وهاعدّي منها على خير وهافوق وهابقى أحسن وأحسن. ثواني أحط التليفون عشان إيدي وجعتني. دي كده حاجة. تاني حاجة، أنا بما إني برضه لسه قناتي صغيرة يعني مش كبيرة أوي، أنا لسه 1200 مشترك، فاتحاها من 10 شهور تقريبًا. بعد لأ مش بعد ما القناة التانية قفلت، أنا كنت فاتحاها مع القناة التانية قبل ما تقفل يمكن بشهر أو بشهرين، بس ما كنتش بانزّل عليها فيديوهات، نزّلت عليها فيديو واحد بس، وقُلت هابقى هنا شوية وهنا شوية، ولكن إرادة ربنا إن أنا القناة بتاعتي تقفل. طمعانة في كرم ربنا وواثقة إن شاء الله إنه هيكرمني في القناة دي ويعوّضني خير بيها عن القناة التانية. وكمان طمعانة في كرمكم إن أنتم كده اللي هتكبّروني
وهتحبوني وهتفضلوا معايا وهتدعموني، وإن شاء الله نكبر كده ونوصل مع بعض. الفترة الجاية إن شاء الله ناوية أصور لكم فيديوهات كتير. يمكن القناة التانية ما كنتش فاهمة فيها قوي ولا مستوعبة فيها حاجات كتير، يمكن الفيديوهات ما كانتش أحسن حاجة، ولا الإضاءة ولا جودة الفيديوهات. يمكن اتعلمت وخدت خبرة شوية، مش هقول لكم خبرة كفاية لسه، ولكن إن شاء الله كده الفيديوهات الجاية تكون أحسن وأحسن. للناس بقى اللي عمالة تقول لي يا هدير انت ليه فتحتي قناة تانية، يا هدير انت يمكن ربنا مش كاتب لك رزق في الموضوع ده. يا جماعة أنا عايزة أقول لكم حاجة، مع احترامي للجميع قبل أي شيء طبعًا، مع احترامي للجميع، أنا مش عايزة أقول لكم ما لكوش دعوة، ولكن أنا ما باحبش أحرج حد ولا باحب أصُد حد، ولكن أنا بصراحة باحب الهواية دي، أنا واخداها هواية يا جماعة. طبعًا قبل أي شيء أكيد فاتحاها برضه عشان خاطر تكون مصدر دخل ليّا، ولكن أنا باخرج كتير. أنا أصلًا من غير ما كان عندي قناة كنت باحب أصوّر الأماكن اللي أنا باروحها، كنت كتير باخرج مع جوزي، بنسافر، بنروح أماكن، بنروح مطاعم مش عارف إيه، فكنت بابقى حابة إن أنا أصوّر وآخد جولات. جات لي الفكرة من هنا، طَب أنا ليه ما أفتحش قناة، وليه إن أنا ما أسعاش في رزق زي ده، خاصةً إن جوزي أصلًا رافض شغلي من يوم ما اتجوزت، يمكن من يوم ما اتخطبت كمان، من قبل ما اتخطب له كده وهو قعّدني من الشغل وما كانش حابب إن أنا أشتغل، من أول ما عرفني وهو قعّدني من الشغل. اتجوزت، كنت طبعًا بعيدة عنه، اتجوزت، إن أنا أقنعه إن أنا أشتغل، أنا معاك أهو جنب منّك، ويعني لو حصل أي شيء ما أنا هاكلمك، هاقول لي رفض تمامًا لحد دلوقتي، وهو رافض شغلي ومش حابب إن أنا أشتغل عند أي حد. ده أول حاجة فكّرت فيها، إن أنا يكون ليّا شغل خاص بيّا أنا. طَب إيه الشغل اللي يبقى خاص بيّا أنا وحاجة أكون أنا حاباها؟ ما فيش حد يتحكم فيّا، ما فيش حد يضايقني. فكّرت في الموضوع ده، لمّا جيت بقينا نخرج، لمّا جيت بقينا نسافر، آآ ابتدت الفكرة تجيني من هنا، بقيت أصوّر. طَب أنا باصوّر فيديوهات وباصوّر صور كذكرى ليّا أنا على تليفوني. طَب أنا ليه ما أفيدش حد بمعلومة، ليه مثلًا ما أروحش مكان جديد أعمل review في المكان، لو حد حابب إن هو يروح مثلًا. ابتدت الفكرة تيجي لي من هنا، ابتديت إن أنا أتكلّم معاه، كان رافض برضه، كان رافض بشدة في موضوع القناة ده، كان رافض بشدة في موضوع القناة ده وقال لي برضه لأ. وبعد كده قعدت أقنعه يمكن سَنة، سَنة كاملة قاعدة باقنع فيه وفي نفس الوقت أنا جوايا حاجة بترجّعني، أنا خايفة آخُد الخطوة دي، أنا مش عارفة هاعمل إيه، طَب أنا مش فاهمة حاجة في المونتاج، مش فاهمة حاجة في اليوتيوب، مش عارفة في الصورة المصغّرة. كنت طبعًا زي أي حد خايف ياخُد الخطوة دي، خايفة أفشل. ويمكن فشلت، يمكن فشلت في القناة الأولى، يمكن قفلت منّي، ولكن ما استسلمتش. قُمت تاني من شهر فتحت القناة دي، كنت بانزّل عليها يمكن كل شهر فيديو. قُلت لأ، أنا لازم أبدأ من أول وجديد، لازم ما استسلمش، إن شاء الله ربنا هيكرمني في القناة دي. جات لي كده أو جالي إحساس كده جوايا، قومي ما تستسلميش. فابتديت إن أنا أصوّر فيديوهات كتير، عايزة أنزّل فيديوهات كتير، في فيديوهات من القناة القديمة كانت عاجباني، حابة إن أنا أنزّلها هنا تاني، حابة إن أنا يبقى ليّا ذكرى كويسة على القناة، حابة إن أنا يكون ليّا ذكرى كويسة على اليوتيوب، حابة أهلي يشوفوني، حابة إن شاء الله لمّا ربنا يكرمني ويبقى عندي أطفال تشوفني وتستفيد. جالي الفكرة إن أنا أعمل القناة من هنا. طيب لمّا جيت بقى أختار اسم القناة، قعدت أفكّر بصراحة، فكّرت كتير، يعني قعدت فكّرت كتير، هاسمّي القناة إيه؟ طب أنا هاعمل إيه؟ طب أنا أصلًا من الشخصيات اللي بتمِل، يعني مش كل يوم بادخل المطبخ، مش كل يوم باخرج. أنا عايزة أغيّر، يعني يوم أدخل المطبخ، يوم أجيب أكل من برّه، يوم أخرج، يوم أعمل مثلًا وصفة لبشرتي، لشعري. فجات لي الفكرة من هنا، لأ أنا مش هاعملها قناة مطبخ بس، أنا يا جماعة هاعملها قناة منوعات، أي حاجة أقدر إن أنا أفيد الناس بيها أنا هاعملها. عملت أكلة هانزّلها، خرجت خروجة هانزّلها، عملت وصفة هانزّلها، سافرت في مكان هانزّل المكان، في trend نازل ممكن حد حابب إن هو يعرفه هانزّله. إن أنا مش هاخلّيها مطبخ بس، أنا لو كنت عايزة أخلّيها مطبخ بس من البداية كنت مثلًا خلّيتها دودي kitchen،
لكن أنا بصراحة الاسم اللي أنا اخترته حبيت إن هو يبقى خاص بالمنوعات، يعني منوعات دودي مودرن. ليه مودرن؟ حبيت إن أنا أخلّيها حاجة كده اسم جديد، اسم مختلف، اسم يبقى مميز. دوّرت على اليوتيوب ما لقيتش حد مسمّي الاسم ده، فقُلت خلاص هاتوكّل على الله وهاخلّي القناة اسمها كده، بحيث برضه إن أنا أنزّل كل الجديد، الأنتيكات الجديدة، السُفَر المودرن، ممكن نتكلم عن شوية عن الإتيكيت. يعني بُصّوا حبيت إن أنا ده اللي جه في دماغي وقتها، إن أنا أخلّي القناة بتاعتي تكون منوعات، عشان خاطر أنتم كمان ما تزهقوش ولا تملّوا. أنتم ممكن تزهقوا لو أنا بانزّل كل يوم فيديو مثلًا خاص بالأكل. إيه الجديد عندِك؟ ورّينا إيه في إيه عندِك تدّيه لنا؟ قُلت لأ، أنا هاخلّيها قناة منوعات بس. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وما أطوّلش عليكم. أتمنى إن أنتم تدعموني تنزلوا تعملوا subscribe في القناة وتعملوا like للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. إن شاء الله نوصل ونكبر كده مع بعض. نصيحة بقى حابة إن أنا أقولها كده في نهاية الفيديو لأي حد دلوقتي بيشوفني: يا جماعة لو سمحتوا، لو سمحتوا بلاش نجرح حد بالكلام، بلاش نتدخّل في حياة الناس. طول ما أنا مش عايزة أعرّفِك حاجة يا ريت ما تسأليش عليها. سألتيني مرّة جاوبت، سألتيني تاني مرّة مش هاجاوب. خلّيكم يبقى عندكم إحساس بالناس، إحساس إن ممكن سؤال في حاجة زي دي تضايق. أكيد أنا لو عايزة أقول لكم أنا هاقول لكم، مش هاداري عليكم ولا هاخبّي عليكم. ده بعيد عن أسئلة القناة والله، أنا باتكلّم في الحياة العامة. في ناس كده بتبقى متطفّلة، في ناس بتبقى عايزة تعرف كل شيء عنِّك، لكن أنتِ تعرفي حاجة عنها لأ. very secret. أنا حياتي very secret، أنتِ ما تعرفيش. طب ما أنا برضه حياتي very secret. ليه إن أنتِ تقتحميها؟ ليه إن أنتِ تبقي عايزة تعرفي كل حاجة عندي ويبقى مباح إن أنتِ تعرفي كل حاجة؟ مش معنى إن أنا مثلًا كمان إن أنا أكون باطلع على اليوتيوب أو عندي قناة، معنى كده إن أنا يبقى مباح إن أنا أعرّفِك كل حاجة في حياتي أو حياتي ماشية إزاي. في خصوصيات مش هاقدر إن أنا أتكلّم فيها مع أي حد، والله حتى لو ماما. في خصوصيات خاصة بيّا أنا ومش هينفع إن أنا أطلع أحكيها وأتكلّم فيها. مش هاتكلّم بس غير في الحاجات اللي أنا أحس إن أنا ينفع أتكلّم فيها. بس مش عايزة أقول أكتر من كده، مش عايزة أطوّل كمان عليكم الفيديو أكتر من كده. خلّينا النهارده في الموضوع اللي أنا كنت عايزة أحكي لكم فيه. في موضوع كمان حابة إن أنا أتكلّم فيه، تجربة كده أنا مرّيت بيها هاحكي لكم عليها، بس مش دلوقتي، هاخلّيها في فيديو تاني ممكن قريب. مش عارفة بصراحة ممكن بعد إيه، لمّا أحس كده إن أنا قادرة إن أنا أتكلّم في الموضوع ده، لإن هو موضوع ممكن شخصي برضه جدًا، ولكن هيفيد ناس كتير. هي حابة إن أنا أحكي لكم تجربتي فيها عشان لو حد داخل وهيخوض التجربة دي يقدر يستفيد منها. باتمنى إن أنا أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم وما أكونش طوّلت عليكم. باتمنى إن أنتم ما تملّوش منّي في الفيديو ده. يا ريت تعملوا لي اشتراك في القناة لو مش مشتركة، وتفعّلي زر الجرس الأحمر عشان يوصل لِك كل فيديو أنا بانزّله. ويا ريت تعملي لايك للفيديو ده. نِفْسي الفيديو ده يوصل لأكبر عدد برضه من الناس. استنوني بقى في فيديوهات كتير جاية إن شاء الله. ما تستسلموش ولا تيأسوا. أنا استسلمت 9 شهور، 8 شهور، كان عندي حالة اكتئاب، بس ابتديت أفوق لنفسي. إلى اللقاء.